إلياس المالكي ستريمر المعروف ولد مدينة الجديدة كيتبرع ب20 مليون سنتيم لفائدة المغاربة ضحايا الفيضانات. إلياس المالكي واللي يلا خلص 13 مليون ونص سنتيم كغرامة لفائدة الخزينة بموجب العقوبة البديلة اللي حكمت عليه بها المحكمة، بالإضافة ل 900 ساعة عمل. إلياس المالكي واللي العمر ديالو ما كيتجاوزش 30 سنة دار مبادرة اللي ما داروهاش فنانين ونجوم كبار واللي كيصوروا الملايير. إلياس المالكي اليوم ورغم المحنة اللي داز منها كيعطي درس في الأخلاق والتضامن باش تساهم ب20 مليون سنتيم وانت مازال شاب عندك 30 سنة، راه ما سهلاش. راك لدوك الملايريين اللي كيكدسوا في الاموال، راك لدوك تجار الازمات اللي الان تيتاجروا بالمآسي ديال المواطنين، تيتاجروا بالمآسي ديال الضحايا ديال الفيضانات. وكنجيو دابا حنا عندنا شحال ديال النجوم، وشحال عندنا ديال الفنانين الكبار، وشحال عندنا ديال لي ملياردير. شكون في هادو اللي دار خطوه مثل هاد الخطوه اللي دار هاد الشاب هذا، هاد الشاب إلياس المالكي اللي ترفع له القبعه؟ باستثناء التدخلات ديال الأجهزة ديال الدولة المغربية من قوات مسلحة ملكية، درك ملكي، أمن وطني، قوات مساعدة، وقاية هادو والداخلية، هادو اللي شفناهم واقفين على قدم وساق واقفين مع المواطنين. وبعض الأشخاص اللي هما مشكورين اللي استقبلوا بعض الضحايا ديال الفيضانات وقاموا بالواجب ديالهم، واجب إنساني، واجب أخلاقي، وساهموا بداك الشيء اللي يقدوا عليه. على كل هذه مبادرة طيبة مشكور عليها السي إلياس المالكي اللي كنقدروه من هذا المنبر على هذه المبادرة الطيبة ديالو. كذلك كنشكروا الفنانة الكبيرة لطيفة رأفت واللي حتى هي ساهمت بواحد الشكل كبير في التخفيف من المعاناة ديال العديد من المغاربة من ضحايا هذه الفيضانات.